النهارده الصبح صحينا على خبر مهم جدا، لا صوت صواريخ ولا طيارات ولا حتى دم في الشوارع ولا صريخ اطفال ولا حتى صوت رصاص حي. العالم كله صحي على خبر واحد وهو وقف الحرب في غزة. خبر فرح ملايين الناس في العالم كله، ناس كتير بكت من الفرحة وأمهات أخيرا سمعت كلمة هدنة. بدل صوت الانفجارات وصوت الرصاص الحي، اللي قدر يحقق المستحيل ده هي مصر. شهور من النار والدم وآلاف الشهداء ومدن كاملة اتساوت بالأرض، وأطفال بيناموا على صوت الطيارات والصواريخ والدبابات. العالم كله بيتكلم عن حلول، بس محدش قدر يقرب من نقطة النار. اللي ما يتسموش كانوا فاكرين إنهم هيفرضوا الأمر الواقع بالقوة، لكن القاهرة كانت شايفة الصورة كاملة، شايفة إن الحرب دي مش بس على غزة، ده حرب على استقرار المنطقة كلها. ومن أول يوم المخابرات المصرية فتحت كل الخطوط، اتصالات مع واشنطن، الدوحة، أنقرة، تل أبيب والأمم المتحدة. مصر بقى اشتغلت في صمت، من غير شو إعلامي ولا تصريحات ولا دوشة، والناس كانت شايفة صورة الدمار لكن محدش شايف الكواليس. فريق مصري بيشتغل ليل نهار في غرف مغلقة، رسائل رايحة جاية وضمانات بتتكتب بالكلمة، وكل مرة طرف بيهدد أو يرفض، ومصر كانت بترد بالعقل مش بالصوت العالي. بدبلوماسية صلبة مصر بتعرف امتى تمسك العصاية من النص وامتى الكلمة تبقى أقوى من الرصاصة. ضغطوا على مصر علشان توافق على التهجير، لكن مصر قالت لا بصوت عالي. وبدل ما الحرب تتفتح على الناس، مصر خلتها تقف عند حدها وجابتهم لطاولة المفاوضات، وخلت النار تطفى بدل ما تولع أكتر. وبعد مفاوضات طويلة ومشاورات ماراثونية، أخيرا تم الإعلان عن وقف إطلاق النار الشامل بضمان ورعاية مصرية كاملة، وقف العمليات العسكرية فورا، وتبادل الأسرى بإشراف مصري، وإدخال المساعدات من معبر رفح اللي بقى شريان حياة مش بس لغزة لكن للوطن العربي كله. من أول لحظة بعد إعلان الهدنة الناس خرجت في شوارع غزة تبكي وتفرح في نفس الوقت، وأصوات تكبير، أعلام فلسطين، ودعاء لمصر. وفي المقابل البيت الأبيض والأمم المتحدة والصحف العالمية كلهم قالوا جملة واحدة بس: ما كانش فيه حل من غير مصر. وده بقى مش غريب، لأن نفس البلد اللي وقفت الحرب النهاردة هي نفس البلد اللي وقفته سنة 73، وبتحتفل دلوقتي بانتصارات أكتوبر كأنها بتقول للي ما يتسموش فاكر ولا فكرك. والخبر اللي صحينا عليه النهاردة ما جاش صدفة، ده وراه جيش بيحمي ومخابرات بتخطط وتفكر وكمان بتنفذ، قيادة بتعرف قيمة الكلمة في الوقت المناسب. ومصر بقى ما بتدورش على ضوء الكاميرات، مصر بتدور على استقرار حقيقي للمنطقة كلها. ولما مصر بتتكلم الكل لازم يسمع، لأن صوت مصر هو صوت الحق.